أيها الناس، إن شكر الله على نعمته هو القيام بطاعته، أن تفعلوا ما أمركم الله به وأن تتركوا ما نهاكم الله عنه، سواء كان ذلك في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وسواء كان ذلك في معاملتكم مع الله عز وجل أو في معاملتكم مع العباد. إن الله حرم الظلم والعدوان والبغي بغير الحق، وهذا يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يعتدي على حق إخوانه، لا في أعراضهم ولا في أموالهم ولا في دمائهم. إن من عصى الله في حقه أو حقوق عباده فليس بشاكر لربه. لو قال أشكر الله وشكرا لله بلسانه، فأي فائدة لشكر الإنسان ربه بلسانه وهو مقيم على معصيته؟ أفلا يخشى هذا الذي شكر الله بلسانه وهو مقيم على معصيته أن يقال له كذبت، إنك لم تشكر ربك حق شكره؟ أيها المسلمون، إن أكبر نعمة أنعم الله بها عليكم أن هداكم للإيمان والإسلام، وقد أضل عنه كثيرا من الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج من ذريتك بعث النار. قال يا رب وما بعث النار؟ قال من كل 1999. إن واحدا في الجنة من 1000 إنه لقليل. فاحمدوا الله عز وجل أن هداكم للإيمان والإسلام لتكونوا من الناجين.